مين نادي القرن؟ الاهلي ولا الزمالك؟ الزمالك. نادي الزمالك هو نادي القرن. بالظبط. ده من وجهة نظر. بالظبط. صح؟ ده من وجهة نظرك انت يعني ولا شايف ان ده في العموم؟ لا، هي من وجهة نظري ومن وجهة نظر المنطق ومن وجهة نظر العقل يعني من وجهة نظر كل حاجة. مين قال كده؟ ليه بقى؟ يعني انهي منطق وانهي عقل يقولوا ان نادي الزمالك هو نادي القرن؟ بص يا ستي، نادي القرن من المفترض ان مع نهاية كل قرن يعني واحنا طبعا ما بنشوفش غير نهاية قرن واحد بنشوف مين النادي الافضل اللي حصل على بطولات اكتر. بالظبط، اللي انجازاته اكبر. بالظبط كده. فنادي الزمالك مع نهاية القرن كان عنده 9 بطولات افريقية والاهلي 7 بطولات افريقية. فالزمالك 9 بطولات اكتر. كان كمان النادي حاصل على 4 بطولات دوري الابطال اللي هي البطولة الاقوى. والاهلي حصل على بطولة واحدة حتى في القرن ده نفسه الاهلي والزمالك اتقابلوا في السوبر الافريقي والزمالك كسب السوبر في جوهانسبرج في جنوب افريقيا يعني. فكل حاجه تقول ان الزمالك نادي القرن. الحاجه الوحيده اللي خلت الاهلي نادي القرن ان كان الحاجه الوحيده اللي كان المدير التنفيذي للاتحاد الافريقي، يعني مسؤول رقم 1 يعتبر بعد عيسى حياته اللي هو رئيس الاتحاد الافريقي في ذاك الوقت، كان عضو مجلس اداره النادي الاهلي. فعمل نظام كده خلى ال7 بطولات اكتر من 9 بطولات. يعني شايف ان النادي الاهلي خد